السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين بالرغم من الغلا اللي احنا فيه، بس لازم نعمل اي حاجة بسيطة حلوة خلال 3 دقايق. يلا مع بعض. معلقة سمنة نقدحها على النار. بعد كده بجيب معايا كمية من الشعرية اللي احنا عايزينها، اي كمية، نص كيلو، ربع كيلو، كيس، زي ما انتوا عايزين. ونبتدي ان احنا نحمرها كويس جدا بدرجة اللون اللي احنا عايزينه. برضه متنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناة واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دي احلى تحلية في 3 دقايق. زي ما انتوا شايفين كده بنفضل نقلب لغاية ما نشوف اللون اللي احنا عايزينه او درجة اللون الذهبي. بجيب بعد كده كوباية مية بعد ما بتحمر اهو، شايفين الدرجة؟ بس كده لونها كده بقى حلو. عايزين تغمقوها عن كده براحتكم. بس بعد كده بجيب كوباية مية واروح رشة بيها الشعرية. شايفين لونها؟ كوباية مية وبسيبها تغلي فيها شوية وتستوي. بس كده. هنعمل ايه كده؟ يا ترى هي التحلية دي بس؟ لا، هي تبقى تحلية من غير سكر ما تنفعش. بس كده. بجيب عندي نص كيلو من اللبن او اي كمية انت عايزاها من اللبن مع السمنة مع كوباية المية. بس اهم حاجة انها تستوي، عشان لو احنا حطينا اللبن من غير مية هتشرب اللبن ومش هيبقى لها طعم حلو. مع كمية السكر اللي احنا عايزينها حطيت نص كوباية من السكر على حسب الطعم اللي احنا عايزينه. وطبعا بسيبها متعرية ما بغطيهاش. طب ليه؟ لغاية اما تغلي عشان اللبن ما يفرش يبهدل لي البوتاجاز. بس هي مجرد ما تغلي وتتشرب شوية بروح مغطياها. وبعد ما بتستوي، بس شايفين ما غطيتهاش ازاي؟ عشان اللبن ما يفرش على البوتاجاز، دي معلومة برضو. وبعد ما النار بتكون عالية بروح موطياها شوية. وبكده بنعمل احلى تحلية للسنة الجديدة. وكل سنة وانتوا طيبين وبألف هنا وشفا. ما تنسوش يا حبايبي تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك. واحلى تحلية للسنة الجديدة نغرفها في اطباق ناكلها وهي سخنة كده، ونحط عليها جوز الهند او مكسرات. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.